ساكن في المنطقة هنا، وأعرف عن الجامع ده كتير، وفي هنا بأمانة معجزة إلهية. اللي عنده أي نوع من أنواع الإدمان كان بيحط ليمون، بيعصر ليمون على العمود وبيلحسه لحد ما لسانه يخر دم ويشفى هو بعد كده. حتى تلاحظوا إن هي غويطة من مكان اللسان وتعدل مكان اللسان فيها. النهارده حر جدا، احنا دلوقتي 4 يوليو، ومع ذلك في الجزء ده من سوق السلاح ما بنحسش بالحر، لانه الظل، المباني بترمي ظل على بعض، ففي حنيه على الانسان، وده بيميز القاهره القديمه وتعاملها مع البشر. احنا قدام حاره الشماشرجي يعني اللي كان بيمشي قدام السلطان او الامير يوسع السكه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتعرف بحضرتك؟ احمد حنفي. اهلا وسهلا. انت من هنا من المنطقه؟ تعرف ايه عن سوق السلاح ده؟ اعرف ان هو كان يعتبر سوق تجاري في ايام المماليك لبيع السلاح للمماليك. كان السلاح كله بيتباع هنا لغايه سنه كام كان في سلاح في الحته؟ لا يعني يمكن كان اخر واحد بيبيع سلاح من فتره مش بعيده قوي يعني، هنا على باب على باب الشارع فوق، ثالث او رابع محل. كان مين؟ اسمه احمد لاشين. موجود؟ لا دلوقتي حاليا مش موجود يعني. ده اخر واحد كان بيبيع. ده كان اخر واحد بيبيع سلاح في المنطقه. كان سلاح ابيض. كان سلاح ابيض، سيوف وخناجر. والحاره اللي انت خارج منها؟ الحاره هنا حاره الشماشرجي. نعم. الشماشرجي اللي هو كان بيمشي قدام كان بيمشي قدام الملك، بيوسع له الطريق، بيوسع له السكه اللي هو ماشي فيها كده. وده سبيل؟ ده سبيل مصطفى سنان. سبيل مصطفى سنان. سبيل مصطفى سنان 1630 من العصر العثماني، لكن احنا مش هنتكلم عن الاسبله دلوقتي لان مأجل الكلام عن الاسبله لسبيل جميل جدا موجود في هذا الشارع، سبيل رقية دودة. متشكرين يا مش عارف. ما زلنا في شارع سوق السلاح. ليه سوق السلاح هنا؟ سوق السلاح كان بيخدم المماليك في القلعة، يعني الأسلحة اللي كان بيستخدمها المماليك كانت بتعد في هذا الشارع. وزي ما عرفنا آخر واحد كان بيشتغل في صناعة السلاح اتوفى في السبعينات تقريبا في أول الشارع. الشارع بيسلمنا من مرحلة لمرحلة، من أثر لأثر، أينما الإنسان نظر لازم بيشوف مبنى قديم، بيشوف عمارة لها علاقة بالماضي، بالذكرى بالماضي. أو إحنا مثلا دلوقتي قدام قبة الشيخ سعود. قبة الشيخ سعود منشأة في العصر العثماني، أنشأها سليمان بيك. كانت معروفة باسم القبة الخضراء لأنه القبة نفسها كانت مكسية بالغشان الأخضر، والآن بتتطلع للي ماشيين والماشيين بيتطلعوا ليها. يعني في علاقة ما بين اللي كان وما بين اللي موجود، في علاقة ما بين الراحلين وما بين الأحياء أيضا. الشيخ سعود ناس كتير جدا بتتبرك بيه هنا. في نفس الوقت بيواجه الشيخ سعود بيت مصطفى سنان. بيت مصطفى سنان دلوقتي مهجور، أقدر أسميه عمارة الصمت. عمارة الصمت بتواجهنا كتير جدا في القاهرة القديمة. بيوت جميلة مفيش حد ساكن فيها، مقفولة، بتنتظر الترميم، بتنتظر التصليح، لكن ليها حضور بيدي المكان قيمة كبيرة جدا. بعد كده الشارع بيفتح معانا وبنشوف واحد من أجمل المباني في هذا الشارع، سبيل رقية دودة.
يا ريت نقف دقيقة هنا جنب القبة الخضراء ونلقي نظرة على مأذنة الجامع الجاي اليوسفي اللي أصبح ورانا. الجامع ما بيختفيش مرة واحدة. تصميم الشارع بيسمح انه العين بتظل على علاقة بالمسجد. بنشوف مأذنة الجاي اليوسفي، مأذنة من أجمل المآذن المصرية اللي بتكتمل فيها الشخصية المصرية للمدنة. رشيقة جميلة، شوية شوية بتختفي وبيلتف الشارع. بنمر ببيت مصطفى اسنان، هو واقف دلوقتي مغلق، اللي بنسميه عمارة الصمت. قبل ما نوصل سبيل رقية دودو، هنا بنلاحظ حاجة مهمة في الشارع، وهي فكرة تقسيم المراحل. يعني سبيل رقية دودو احنا بنشوفه دلوقتي في كأنه قافل الشارع، كأن الشارع هينتهي هناك. ده بيحسس الماشي انه المسافة هتنتهي في النقطة دي، وبالتالي بيشعر براحة نفسية، سمت وعد بالوصول باستمرار. لكن مجرد ما نوصل لهذه النقطة الشارع بيفتح مرة أخرى. دي حاجة خاصة جدا بالشارع المصري. لغاية نهاية القرن ال19 لما جت شركة إيطالية وعملت مواسير مية في القاهرة، كانت عملية تزويد القاهرة بالمية مسألة مهمة جدا وغاية في الأهمية. تزويد كل هذه المدينة بالمية، كانت الجمال بتنقل المية في قرب من النيل للأسبلة، ومن الأسبلة للبيوت. المسألة كانت بتخضع لتنظيم دقيق جدا بواسطة المحتسب وواسطة الإدارة اللي بتدير المدينة، وكان أهم مصدر المياه في المدينة هو الأسبلة. الآن احنا أمام واحد من أجمل الأسبلة يمكن في العالم. مفيش فنان جه إلا وتوقف قدام سبيل البدوية أو سبيل رقية دودو اللي بيرجع للعصر العثماني. السبيل ده موضوع كبير جدا، موضوع ليه علاقة بالمية، ليه علاقة بالمعتقد الديني، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبيعتبر حتى الآن من أجل أعمال الخير اللي ممكن إنسان يقدمها في مصر. صحيح بنشوف بعض الناس بتقدم قلل على أرواح الموتى، لكن السبيل لغاية نهاية القرن ال19 كان من أهم أجزاء المدينة. إيه هو السبيل؟ السبيل عبارة عن منشأة من منشآت الخير، يعني اللي بيبنيه لوجه الله. وقدامنا هذا السبيل الجميل بيتكون من 3 أجزاء. في جزء تحت الأرض صهريج، احنا ما بنشوفوش، بيحفظ فيه المية، في شروط دقيقة جدا عشان حفظ المية. وبعدين في الجزء الأمامي اللي هو قدامنا ده مزخرف بزخارف تليق بقدسية الماء، وكانت المياه بتقدم من الجزء الأمامي ده بواسطة المزملاتي. المزملاتي ده هو الشخص الذي يسبل الماء، يعني هو اللي بيحفظ المياه وهو اللي بيفرغها للناس. كان لازم يكون خالي من الأمراض، لازم يكون نظيف، ليه شروط مهمة جدا بتحفظها كل مصادر كتب الحسبة في العصر العثماني. دايما السبيل إذا كان بيحرص على نظافة الماء ونقائها بالنسبة للناس بيرتبط بالقرآن الكريم. في الطابق الأخير كتاب لتحفيظ القرآن الكريم، وكما نرى مجموعة من النقوش الجميلة سواء كانت بالمزخرفة بالحديد أو بالإشاري بتبرز احترام المكان اللي بيقدم المية للناس. الأسبلة في القاهرة الآن حوالي 166 سبيل تقريبا اللي فاضلين. طبعا ما بيقدموش مية لأن المية بقت في المواسير، لكن في الفترة اللي جت فيها الحملة الفرنسية كان يقدر عدد الأسبلة بحوالي 3000 مية. كان في أسبلة مش للإنسان فقط، للحيوانات أيضا. شخصية المزملاتي اللي كان بيقدم المية هنا كانت بترتبط بأصحاب القرب اللي كان بيشترط فيهم الأخلاق العالية جدا، لأنهم بيدخلوا البيوت في وقت ما كانش فيه السكان، ما كانش فيه الرجال بيبقوا موجودين. بيشترط فيهم الأمانة وفي نفس الوقت النظافة الشديدة. كانت القرب بتتشال على الزهور أو على جمال أو على الحمير، على الدواب يعني. هنا وأنا بستعد عشان نمشي من قدام سبيل رقية دودو،
يا ريت لو بصينا لورا هنلاقي مدنة الجاي اليوسفي بتودعنا، مدنة بتسلمنا المدنة، سبيل بيسلمنا السبيل، بناء قديم بيسلمنا البناء قديم. دايما الإنسان في إيد الزمن وفي إيد العمارة وفي إيد الفن في القاهرة القديمة.